السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين وقناة مذيع العرب الإخبارية، أهلا بكم في فيديو جديد. لو حضراتكم الاستجداد في القناة يا ريت الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل الأخبار الحصرية والعاجلة على قناة مذيع العرب الإخبارية. قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا التي يتخطى 1000 مصاب وفي التزايد. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا. قرارات بإلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ الإجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية. يا ريت تتابعوا معايا الفيديو للآخر عشان تستفادوا على قدر الإمكان من المعلومات، ويا ريت الاشتراك في القناة عشان يصلكم كل الأخبار الحصرية والعاجلة على قناة مذيع العرب الإخبارية، ويا ريت لايك للفيديو دلوقتي. هيئة الدواء تتخذ الإجراءات طبقا للأساسيات العلمية المتبعة لتسجيل عدد من اللقاحات المختلفة التي تم الإعلان عنها عالميا، وسيتم التعاقد مع شركات المنتجة وفقا لأي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات. غرامة فورية 50 جنيه للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة تطبق من الأحد المقبل. غرامة فورية على أي مخالف للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4000 جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين عبر تقنية فيديو كونفرنس. وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات والتي تم التأكيد على إلغاء الكافة في الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ الإجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسردكات الأفراح والعزاء وأي تجمعات. وتم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل للدور المناسب والتشديد الكامل على كل الفنادق بما يتعلق بإعداد المحددة في الأفراح وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط. وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد الاستيفاء الإجراءات بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تتوجه في مخالفات الإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم. وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيه، وفي حالة الامتناع على السداد سيتم التحويل المخالف فورا للنيابة بشأنه. كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات والتكثيف للحملات في المحافظات الأكثر إصابة. وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4000 جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضا. وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق. وفيما يتعلق بدور المناسبات فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في دولة فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تعبئها لأحد من الجمعيات سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ الإجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية. وبكده انا خلصت الفيديو. يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد على قناه مذيع العرب الاخباريه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.